السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ عساكم الكل بخير وصحة وعافية وانتم مشاهدون الفيديو. جيتكم فيديو جديد وان شاء الله راح يعجبكم. وهنا ما ننسى الصلاة على الحبيب، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. ومثل ما جاي تشوفون بنات اليوم وصفتنا راح نسوي وياكم التبس المحشي. ومثل ما جاي تشوفون يا حبايب، هنا الكوسة أو الشجر أني حافرتها، وحافرة البتيتة، وحافرة الفلفل الأخضر والباذنجان، لكن لا تضحكون على الباذنجان لأنه كبار، فأني ما راح أسوي شيخ محشي أو أسوي دولمة، لا، أني راح أسوي تبسي. والباذنجان اللي عندي كله كبار، كله يعني حجم كبير. مثل ما جاي تشوفون راح نلفه بهالطريقة هاي، وبعدها ننتقل للطباخ وشوفوا الباقي. وإن شاء الله راح تعجبكم هاي الطريقة. طبعا جربوها بنات وبالعافية عليكم، خرافية ما أحكي لكم عنها، تجنن. وطبعا الحشوة حسب الرغبة، مثل ما جاي تشوفون عبارة عن لحم وطماطة وبصل فقط، يعني ما ضايفة أي إضافات. والبهارات اللي تختاروها أنتم، أنا اختاريت البهارات المشكلة، البابريكا الحارة، وهاي هي خلص، ما ضفت باقي الإضافات، هاي اكتفيت بيها. وهنا يا حبايب راح يطلع لنا تبس محشي يجنن، جربوه بالعافية عليكم. ومثل ما جاي تشوفون الكمية صارت خير من الله. طبعا أنا مسويتها الشخصين مو هواي، مسويتها للعمال، اليوم عندنا عمال يشدون القالب، هم شخصين مو هواي، فهاي زايدة عليهم، وأصلا راح تزود منها الجهالي. مثل ما جاي تشوفون خليت القدر، وراح نقلي وياكم كل الخضروات بهالطريقة هاي، لكن ما أخليها تاخذ اللون الغامق، هيك بس راح أخلي الزيت يجيسها وبعدين أشيلها من الزيت، لأن هي بعد وراها يعني راح تغلي بالتبسة مالتها بالصوص. مثل ما جاي تشوفون بهالطريقة، يعني خليتها أخذت اللون اللي أريده أني. فلا تحمروا الخضروات أكثر، بهالطريقة أكتفي بها. طبعا هي ذابة الذوب لأن أنا منصية النار عليها. مثل ما جاي تشوفون راح نكمل كل الخضروات وبعدين نكمل باقي التبسة ماله. وأهلا وسهلا بكل مشترك جديد دخل قناتي، وكل مشترك قديم، وكل واحد يشوف الفيديو يعجبه يا ريت يشاركه على أصدقائه وعلى أحبائه. وإن شاء الله تعجبكم طريقتي بالتبسي، طبعا طريقة خرافية، جربوها أو شوفوا. وآسفة على التأخير لأن جاي أتأخر هواي عنكم. مثل ما تدرون امتحانات، ويعني صدق ملخبطين بالامتحانات، يعني كل الناس مو بس أني، فملخبطين كلش هواي. بنات هذا اللي ذبيته، هاي البقايا ماكو، هاي اللي حفرتها من الخضروات، فراح أستفاد من راح أخلي قسم منها كباب عروق راح أسوي، وهذا هم محمسته كتدخانة للتبسي مو أكثر. وبعد ما شلنا هاي اللي حافرتها أني، ضفت أقراص البصل بهالطريقة هاي، يعني هو تبسي بس أني حشيته مو أكثر. مثل ما جاي تشوفون أني سالقة لحم على جهة، وراح أحمس اللحم ويا البصل. طبعا شوية البصل أخذ لون، ليش؟ لأن الدهن أخذ لون من باقي الخضروات. بهالطريقة هاي أني اللحم سالكته وضفته، وبعدها راح يعطيكم نكهة ما أحكي لكم عنها. وشوية راح أضيفن بهارات مشكلة، هاي طبعا تعطيها طعم للتبسة خرافي. بينما أنا يعني قلت لكم ضايفة بالخضروات، يعني ضايفة بالحشوة بهارات. وهاي هنا الصوص راح أخليه لحد ما يغلي وتطلع ريحة المعجون، يلا ذيك الساعة أضيف باقي الخضروات. بعدها غطيت عليها وراح انتقل لمرحلة التمن، راح أسوي تمن وياكم. طبعا أنا ما مسوية التمن وياكم، بس هالمرة حبيت أسوي همه.
مثل ما شفتوا ضفنا الزيت وضفنا الهيل وضفت لي كم عود قرنفل على مود يعطي طعم للتمن بنات خرافي خرافي، يغير لكم طعم التمن من حال إلى حال. فيعني حتى لو مرات يعني يجي التمن ما بيه طعم نشتريه، لكن القرنفل يعطي طعم غير طعم، يعني غير شكل. فجربوا هاي الطريقة بنات والله تعجبكم والله. هنا نزلنا الخضروات بهالطريقة بعد ما غلى عندنا الصوص وطلعت ريحة المعجون. ضفت الخضروات بهالطريقة هاي، وراح نخليها تغلش كم غلوة وننص عليها لحد ما تتسبك على راحتها. تمام. وبعد ما ضفنا الخضروات انتقلنا لمرحلة التمن، لكن أنا طبخت التمن بس ما أدري الستاند كان متحرك، فما أدري عبالي صور، لأن أنا دائما من أصور يزن يلخبطنا شوية. بعد ما استوى التمن مثل ما شفتوا دخنته بهالطريقة هاي، ضفت عليه الزعفران، ضايفة عليه أنا نصف فلفلة وراس بصل عامر هيك لأني للكشخة شوية يعني قطة جمالية أكثر. وطبعا طعمه ما أحكي لكم عنه صار خرافي، لأن قلت لكم أنا ضفت عليه الهيل والقرنفل ودخنته بهاي الطريقة، صار لك يخبل. تمنيته قدامكم. وطبعا خلص التمن عندنا وهدرناه، هدرت عليه، ومثل ما جاي تشوفون دخنته بهالطريقة هاي. وهنا أنا أحب أدخن التمن بهالطريقة هاي. وبعدها راح أصبه للعمال. طبعا هذا تبسينه قضى والحمد لله والشكر، سهمنا وسهمكم، ألف عافية وتمنيته قدامكم. طبعا صبيت لهم كاسة كبيرة واللي زاد بقت جهالي، ومثل ما جاي تشوفون صبيت لهم بالبايركس كبير على مود يكفيهم. وألتقيكم فيديو جديد مع ألف سلامة. باي باي. لا تنسوني باللايك والاشتراك، واللي يعجبه الفيديو يشاركه على أصدقائه. باي باي.